السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، فيديو رقم 13 من المسلسل اللي عملناه للمصطلحات القانونية، بنلم فيه مصطلحات قانونية متناثرة بين الناس ومعروفة ومتداولة، ومش ملمين بالأبعاد والمعنى القانوني ليها. لكل فعل رد فعل، والأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة إن ما كل حاجة أنا بعملها مباحة، وممكن أعملها طول ما إن القانون ما نصش إن الفعل ده مجرد. يعني لو إن القانون قال مثلا إن السرقة مباحة، أو ما حطش قوانين لعقوبة السرقة، كانت هتعتبر السرقة عادية. ولكن لما القانون حط لها نص وشرع لها نص وعقوبة إن الفعل ده بمثابة جريمة، بقيت السرقة جريمة. لكن هل مثلا السير في الشارع جريمة؟ هل الخروج للمتنزهات جريمة؟ لكن الفعل الفاضح في المكان العام جريمة، لأن القانون حط له عقوبة وحط له نص يجرمه. فهنا الأصل في الأشياء الإباحة يعني إيه؟ يعني كل حاجة مباحة ما لم يصدر نص قانوني بتحريمها وجزرها وحط ليها عقوبة، فبيقول لك لو عملت كذا هتتعاقب بكذا، الفعل ده مجرد. دون ذلك الأصل في الأشياء الإباحة. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.